ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. بصوا بقى، هنعمل النهارده مع بعض وصفه طاجن لسان عصفور باللحمه. فمبدئيا كده، المفروض ان انتي وانتي بتسبكي الصلصه، يعني بعد ما تحمري البصلة وكده، ومعاها مثلا فصين توم ولا حاجة، وتحط الطماطم عليها، وتبتدي بقى تحط البهارات وكده وتسبكيها، تحط اللحمة فيها. تمام. بس اللي عنده طماطم متسبكة كده زي حالاتي، لان انتوا عارفين بقى في رمضان الواحد بيسبك ويحط في الفريزر، مفيش اي مشكلة، هتحطيها على النار وعلى نار واطية وتحطي فيها اللحمة. فتعالوا بس نشوف اللحمة انا مقطعة. بصوا اللحمة اهي متقطعة حتت صغيرة، هي على فكرة في الكاميرا باينة حتت كبيرة، لكن هي حتت صغيرة. لازم تبقى حتت صغيرة كده علشان ما تاخدش وقت في السوا، دي حاجة. والحاجة التانية علشان تبقى جوه لسان عصفور، يعني حتة اللحمة يعني على قد ايه المعلقة اللي انت بتاخديها وهتاكليها. وعلى فكرة ما فيش لحمة كده متقطعة صغير تقدري تعملي بنفس الطريقة دي لحمة مفرومة. انا عادي، انا ما بيبقاش متوفر عندي اللحمة دي، بعمل لحمة مفرومة. فاللحمة هنديها كده غسلة. تمام. وهنحطها على الصلصة المتسبكة دي على نار واطية، ونسيبهم يستووا مع. بصوا هي بنات، حطينا اللحمة في الصلصة. تمام. على نار واطية، وهنديها تقليبة كده، ونسيبهم بقى ايه يستووا مع. هنا انا حطيت بقى شوية زيت، وهفضل لسان عصفور، وهبتدي ان انا احمره لانه لازم يتحمر. وبعد ما يتحمر تحط عليه شوربة او شوية مية علشان يستوي، لازم يبقى. طيب دلوقتي اللسان عصفور اتحمر. تمام. هوطي بس علشان لما احط المية او الشوربة ما يعملش صوت جامد. هنبتدي نسويها زي ما بنسوي الرز. بصوا احنا حطينا بقى المية، اول ما ياخد غلوة هنوطي عليه ونغطيه ونسيبه يستوي لحد ما يتشرب. طيب دلوقتي لسان عصفور استوى. تمام. واللحمة كمان اهي بالصلصة هنفضيها بقى على لسان عصفور، وهنقلبهم بقى كويس ونفضيهم. دلوقتي بقى ايه، مش يعني انت تقدري ان انت تفضيه في طاجن فخار او بايركس. انا بصراحه حطيته في بايركس، وهسويه كويس. وعلى فكره لو حابه تحطي على الوش جبنه موتزاريلا او شيدر عادي مفيش مشكله، بس انا بحبه بالجبنه على الوش، لكن عبد الله لا، فمش هحط جبنه على الوش. فهسويه كويس وهدخله بقى الفرن يكمل سوا برضو اكتر ويمسك نفسه كده. بصوا انا كده سويت الوش بتاعه هو كويس جدا. هدخله بقى الفرن يكمل سوا زي ما قلت لكم ويمسك نفسه ايه اكتر. ده شكله بقى بعد ما خرج من الفرن. بصوا ماسك نفسه اكتر ازاي، بصوا شكله اهو. بسم الله. بصوا يعني طاجن اللسان عصفور باللحمة ده، سواء باللحمة المكعبات الصغيرة دي او اللحمة المفرومة، يعني اسهل اكلة ومن اسهل ما يمكن ومش متعب وممكن في نص ساعة تخلصيه. يا رب بقى وصفة النهاردة تكون عجبتكم، واستنوني في وصفة تاني.